بابا ممكن اسالك سؤال؟ 100 سؤال يا نجم، قول اتفضل. هو العالم فيه كام بني ادم؟ طيب ثانية واحدة بس ارد على صديقي، بس حالا دلوقتي ارد عليه. براحتك براحتك. من 9.5 ل10 مليار. يا ابني ليه يا بابا عرفتها على طول كده؟ امال يا ابني اسأل اي سؤال ولا يهمك عادي. حتى لو صعب. ولا يفرق معايا. ماشي. طب خد ده يعني، هو العالم فيه كام دولة وكل دولة فيها كام بلد؟ جاوب يا نجم. ها؟ طب ثانية واحدة هجاوبك دلوقتي، بس ارد بس على واحد صاحبي عشان بعت لي حاجة وهرد عليك حالا دلوقتي. ثانية واحدة. بص بقى ركز معايا. العالم فيه حوالي 195 دولة، وكل دولة فيها قرى كتير وفيها دول كتير. انت صعب انك تحصر كل قريه عدد القرى اللي موجوده في الكوكب كله، صعب جدا. لكن يعني مثلا زي مصر مثلا فيها 26 محافظه، كل محافظه فيها بلاد وكل بلد فيها قرى، صعب انك تحصرهم ونقعد مع بعض وناخد كل بلد لوحديها او كل دوله لوحديها ونشوف فيها كام بلد والبلد فيها كام قريه ونظبطهم مع بعض. أي سؤال تاني؟ يا بابا انت عرفت المعلومات دي كلها ازاي؟ ده انت اسطورة. طب بص بقى انا هسألك سؤال تاني. لا سيلتك تفهم، تسألنيش تاني. لا تسألنيش تاني. ليه يا بابا في ايه؟ سيلتك تفهم بصراحة، ما تلقش بالمعلومات اللي هنا. مش هتعرف تجاوب السؤال ده وبرهان. قد الكلام ده؟ عيب عليك. تمام يا نجم، ابدأ. ثانية وجايلك. خد راح فين؟ خفت ولا ايه؟ ثانية وجايلك. الو. الو يا مستر، ازاي حضرتك عامل ايه؟ مساء الخير يا بدري، انا كويس يا حبيبي، انت عامل ايه؟ معلش لو اتصلت بيك في وقت متأخر شوية، انا اسف. انت اشطر تلميذ عندي في الفصل، وانت عارف انا بحبك قد ايه. قول يا بدري عايز ايه يا حبيبي؟ شكرا يا مستر. وانا كمان بص انا متراهن مع بابا على سؤال صعب والمفروض ما يعرفش يحل. لو حله هياخد 200 جنيه مني. خلي بالك حل اسئله كتير صح ومفيش سؤال واقف قدامه. يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اما تسأله غير لما انا اسأله. انا هديك سؤال ولا حتى بابا المجال هيعرف يحله. بابا المجال؟ حتى مصطفى شعبان مش عارف يحلها. يا ابني مصطفى شعبان ايه؟ هو انا قلت مصطفى شعبان؟ انا اقصد بابا المجال في مجاله هنا، يعني شاطر ومتخصص زي كده. وما تنساش بكره علبة العصير البيوري يا ولا وانت جاي المدرسة. عصير بيور؟ عصير بيوري ايه؟ دي حلاوة انك كسبت الرهان مع ابوك. ماشي. والسؤال ايه بقى؟ خلاص بقى هبعتهولك على الواتس، عشان انا كنت قاعد على التيك توك وانت عطلتني. خلاص مستني رسالتك. طب خد القضية بقى يا نجم. ايه يعني؟ ما هو السبب وراء وجود الوعي الذاتي للإنسان، وما هي الآلية التي يستخدمها الدماغ للتفكير واتخاذ القرارات والتفاعل من العالم من حوالينا؟ جاوب يا نجم. ولا شكلك مش عارف وانا اللي هكسب الرهان؟ ايه؟ مش عارف؟ انت جايبه منين السؤال ده؟ سؤال تافه. ركز معايا بقى يا سيدي. الوعي الذاتي للإنسان هو قدرته على الاعتراف بوجوده الذاتي ووعيه الأشياء والأحداث من حولها. ويعتقد العلماء أن هذه القدرة تنشأ من تفاعل معقد بين العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية. والدماغ هو العضو الذي يلعب دورا حاسما في ايه بقى؟
في توليد الوعي الذاتي وتفكير الانسان واتخاذ القرارات والتفاعل مع العالم من حوله يعتبر الدماغ العضو الاكثر تعقيدا في جسم الانسان، ويتكون من مليارات الخلايا العصبيه التي تتفاعل مع بعضها لتوليد الافكار والافعال. تشير الابحاث الحديثه الى ان الدماغ يعتمد على شبكات من الخلايا العصبيه والمترابطه والتي تتفاعل معا لتوليد النشاط العصبي الذي يحدد التفكير واتخاذ القرارات. والتفاعل مع العالم من حولنا وتتضمن بعض هذه الاشياء مناطق مثل القشره الدماغيه والجهاز العصبي والوحشي والجهاز العصبي الودي والمخيخ البدناء والمخيخي. بشكل عام يمكن القول ان تفكير الانسان واتخاذ القرارات والتفاعل مع العالم من حوله. فهمت حاجه؟ ما مش فاهم حاجه بصراحه. اذا كان انا مش فاهم ابسطها لك. بص يا سيدي، طبعا يا حبيبي السؤال ده محتاج شويه تفكير. فكرت فيه وقدرت اجاوبك ان الواحد بيعرف انه موجود وبيعرف يفكر ويتفاعل مع اللي حواليه، لان دماغه اللي في راسه بيتعامل مع المعلومات والتحفيزات اللي بتيجي من حواليه. والدماغ ده عضو حساس ومعقد جدا، وفي شبكات من الخلايا اللي بتتفاعل مع بعضها علشان يولد شويه الافكار والافعال اللي بنعملها، وكل ده بيحصل في اطار تفاعلات معقده بين العوامل الى اللي بتؤثر على الانسان زي العوامل البيولوجيه والنفسيه والاجتماعيه. اتمنى اني اكون امين قدرت افهمك يعني. امال يا بابا في ايه؟ كل ما تيجي ترد عليا تبص في الشاشه وتكتب قبلها، او في ايه؟ لا ده انا عشان بس بكلم واحد صاحبي على النت يعني. انت بتكلم مين يا بابا؟ ممكن اشوف؟ وريني كده، وريني. انا بس رايح فين بس ايه ده؟ وريني يا بابا. لا خصوصيات يعني بيني وبين اصحابي يعني. انت يعني تشوفها ليه؟ انا بشوف خصوصياتك. انت عارف لو انت عاوز تعرف حاجه اقولها لك، مع اني يعني مش بخبي عليك حاجه وكل حاجه قايلها لك. بصراحه فعلا. بصراحه باتريك انا بجاوبك من على شات جي بي تي. ايه ده؟ يعني مش انت اللي كنت بتجاوبني؟ انا كده كسبت الرهان؟ هو ده اللي فارق معاك؟ كسبت. بس ايه شات جي بي تي ده يا بابا؟ ده يا سيدي موقع عباره عن روبوت ممكن تساله على اي اسئله عامه، او مثلا تساله عن سؤال في الجغرافيا، في التاريخ، في العلوم، في اي ماده عندك في المنهج، اسئله رياضيه يحلها لك، اسئله معقده. كمان ممكن تستخدمه في تاليف قصص لو انت بتحب القصص، تاليف اغاني. في ناس كتير بيستخدموا الاستخدامات دي. يعمل لك موقع يعمل بس استخداماته كتيره جدا، وموقع جميل جدا. من كده انا كنت بصراحه بستخدمه في الاسئله اللي انت كنت بتجيبها لي دي. وايه السؤال الاخير اللي انت جبته؟ الله يخرب بيت اللي اداهولك. اي سؤال اي سؤال. يا باتريك اي سؤال اي سؤال. Oh my god. ايدك على 200 جنيه. ادي يا سيدي ال 200 جنيه. هو انت على طول قاعد على الكمبيوتر كده يا باتريك؟ وانت ايه مشكلتك؟ خش ذاكر بدل ما انت قاعد على الكمبيوتر كده. اولا انا مش بلعب، ثانيا دور الاب والام ده مش لاقي عليكي خالص. هاتي من الاخر، عاوزه ايه؟ عشان خاطر يا باتريك سيبني نلعب شويه. بابا نزل لي لعبه على الكمبيوتر حلوه وانا نفسي العبها، ما لعبتهاش غير مره واحده بس. شويه كده واخلص اللي في ايدي واخليك تلعبي براحتك. لا يا باتريك انا عاوزه العب شويه قبل ما اخش انام. قلتلك شويه كده، بطلي زن بقى. على فكره بقى يا باتريك لو ما قمتش انا رايحه اقول لبابا اللي انت قاعد لوحدك بتلعب على الكمبيوتر وسايب المذاكره. روح قوليله. ايه ده؟ يعني مش خايف؟ لا مش خايف، لان ذاكرت وخلصت كل الاكسرسايز اللي عليا. روح قوليله. عشان خاطر يا باتريك سيبني نلعب دورين، بعد كده انت تلعب براحتك. انا هلعب دورين بس. قلتلك مش بلعب. امال بتعمل ايه يعني؟ بتخترع اختراع جديد؟ لا يا خفة، قاعد على موقع اسمه شات جي بي تي. ايه شات جي بي تي ده يا باتريك؟ ده عبارة عن روبوت تسأليه اي سؤال وبيرد عليك عادي، عن اي سؤال في الدراسة او اي معلومات عامة. اي سؤال يا باتريك؟ اي سؤال. طب تعالى وريني كده يا باتريك. تعالي. يعني مثلا ممكن اسأله ايه؟ اسأله البيتزا اللي بابا بيجيبها لنا من عند ابو مازن بتتعمل ازاي، عشان ماما تعملها لنا كل يوم. يا بنتي انت كده على طول همك على بطنك. ما تيجي نسأله على سر خلطة كنتاكي احسن. يعني انت كده اللي مش همك على بطنك؟ خلاص نسأله السؤالين.
الاختراع ده مش نافع معايا. ليه بتقولي كده؟ عشان يا باتريك كل ما اقول له سؤال يكتب لي عذرا ويديني نصيحة وانا ناقصة نصايح. ليه هو انت سألتيه وقلت له ايه؟ سألته على باسورد تليفون ماما فيها ايه يعني. وايه تاني؟ وسألت على المكان اللي ماما بتخبي فيه اللعب لما كان عاملة شقاوة ومتعاقبة. سألتيه على ايه تاني؟ وازاي اخلي بابا يوافق اتفرج على مسلسلات رمضان اللي انا بحبها وما يقوليش خشي ذاكري يا مايف. تضحك على ايه يا واد؟ وانا كل ما اقول حاجه تقعد تضحك في ايه؟ يا قبل الأسئلة دي هو ما يعرفش عنها حاجة، لأنها أسئلة خاصة بينا احنا في البيت. هو يعرفها بقى ازاي؟ هو ممكن يجاوبك على أسئلة عامة، أي حاجة في المواد اللي احنا بندرسها، زي الجغرافيا والعلوم والدراسات والتاريخ والكمبيوتر كمان، زي الأسئلة اللي احنا سألناها من شوية يا مايف. بصي يا حبيبتي، بالنسبة للحاجات يعني واللعب اللي ماما بتخبيها منك دي بسبب الشقاوة وعشان مش بتسمعي الكلام، لكن انت ما تزعليش ماما وهي هتديك اللعب. وبالنسبة بقى للباسورد، ما ينفعش نمسك تليفون بابا وماما وهما مش عارفين. انت لما تكوني عاوزة تلعبي او تتفرجي على حاجة في التليفون، قولي لماما هي تديهولك، لازم تستأذني منها الاول، او تقولي لبابا وهو هيفتح لك الكمبيوتر. بس اهم حاجة بطلي تعملي شقاوة واسمعي كلامهم، وكل اللي انت عاوزاه هم يعملولك. فهمتي يا حبيبتي؟ يعني يا باتريك ما فيش موقع تاني غير ده يقول لي على الباسورد بتاع ماما وكمان يقول لي اللي هي مخبيه اللعب فين؟